قبل ما اخش في اي مقدمات، اللحظه دي انا معايا كتاب شمس المعارف الاصلي، ومش هما البنتين واحنا دلوقتي راجعين على شاليه بتاع بيكو في مطروح. طب سؤال بس يا درش، شاليه ايه ومين بيكو اصلا ومين هما البنتين وازاي جبت كتاب شمس المعارف؟ اصل يا درش مفيش نسخه من الكتاب ده اصليه، وبرضه كمان الحقيقي مش موجود ومستحيل تلاقيها. خلينا نركن الكتاب ده على جنب دلوقتي وخلينا افهمك واحده واحده، وركز بس معايا وكمل للاخر. واحنا في العربيه وانا ماسك الكتاب وعمال اقلب فيه، اللي كان في شنطه سودا، ومش ببالغ لو قلت لكم الكتاب بيطلع سخونيه. زي ما سمعت الكتاب تقيل وبيطلع صهد سخونه. فتحت الشنطة وطلعت الكتاب وقعدت أقلب فيه، وأول صفحة بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، وطلاسم ورموز وحاجات تقرب وتبعد وتعرف علم الغيم، وكلام أعوذ بالله منه. وشكل الكتاب والورق باهت جدا وقديم، ده غير ريحته اللي فيها تراب بيخنق. الكتاب فعلا قديم قوي. الكتاب أنا كدرش وأنا بحاول أفهمه قرفت منه، فاعتقادي كله خلاص وخدت فكرة عن الكتاب ده. كتاب فيه شوية كلام بيشرح السحر، الكتاب مفيهوش أي لعنة، وقلبي كان حاسس إن المشوار ده على الفاضي أو حتى مش مفهوم إيه غرضه. وبعد طريق طويل وصلنا بالسلامة على شاليه بتاع مطروح تبع صاحبي بيكو، ولكن نلاقي لك كمية ناس متلمية وفي حريقة جنب الشاليه بتاعنا. ورحنا أنا وبيكو جري عشان نطمن على أصحابنا، وكانت الصدمة. وإلا الحريق ده مش جنبنا، ده في الشاليه بتاعنا. الحريق مرعب بالمعنى الحرفي. جرينا انا ومحمد بيكو جري عشان نشوف صحابنا ونطمن عليهم، ونلاقيهم هما الاتنين واقفين بره ومعاهم حاجتنا وعمالين يساعدوا في تطفية المكان. وبعد مرور الوقت رسميا الشاليه اتفحم، وكانت المطافي والناس طفوا الشاليه بالفعل بعد معاناة. أهل بيكو كلهم وسطوا، وكانت الصدمة بالنسبة لهم. ولما سألونا على اللي حصل، وبالتحديد سألوا عمر صاحبنا اللي عرفت عليه قدام، عمر قال إن مصطفى وبيكو كانوا بيجيبوا شوية طلبات وكانوا بيتمشوا شوية، وأنا وعلي قاعدين في الشاليه لوحدنا ومستنيينهم. وفجأة لقينا نار طالعة من أوضة من الأوض وولعت في المكان كله. أنا عمال أسمع عمر وبص لبيكو باستغراب، والرعب والصدمة مالي وشنا. يعني إيه يا عمر اللي أنت بتقوله ده وإزاي ده يحصل؟ وأول لما جد محمد سمع الحوار هدي تماما، وهو بنفسه لم الموضوع وكأن في حاجة وإنه في المكان ده بالذات. المهم كل واحد يروح على بيته وكل واحد لوحده، وأنا كنت شايل كتاب في شنطتي. ووقتها لما روحت كانت الساعة 1 بالليل. طلعت سلمت على الأسرة وأخويا وحكيت لهم كل اللي حصل بخصوص الحريق. فوسوني شوية وأمي قالت لي ادخل اتغدى وخش نامي. وبالفعل اتغديت ودخلت أوضتي، وافتكرت وقتها إن الكتاب كنت ناسيه في شنطتي. فاستنيت لما البيت كله ينام ورحت فاتح التكييف وقافل باب الأوضة بالمفتاح ومطلع الكتاب. قعدت على السرير في الزاوية اللي ورايا دي بالظبط، ورحت جايب الكتاب وقعدت أقلب فيه، ونفس اللي قلته لكم، تحضير وحاجات غريبة مش مفهومة. بس أنا برضو مستغرب إزاي ده كتاب سحر مرعب وأول صفحة فيه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما أقول لك جبت الكتاب منين، خلينا نسأل سؤال أهم من ده كله، وهو مين اللي عمل الكتاب ده؟ خلينا نرجع للقرون الوسطى وبالتحديد في الجزائر. شخص اسمه شهاب الدين أحمد ابن علي ابن يوسف البوني، معروف عنه إنه شخص عنده قدرات وشخص خارق مش طبيعي، وإنه شخص غريب وبيحب العزلة. وكان معروف عنه في بلده إنه ساحر قوي جدا ومتمكن قوي من اللي بيعمله. فعشان كده قرر إن كل السحر اتعلمه بيجمعه في واحد من أخطر الكتب اللي في إيدي، وهو كتاب شمس المعارف الكبرى. ومن حلاوة الكتاب ده إنه بيعلم السحر، والقصد هنا إنك لو جبته وبدأت بس تقرأ فيه هتتحول من شخص مبتدئ لشخص قوي جدا في السحر متمكن قوي من اللي بيعمله، لأن أسلوب شرح الكتاب سهل جدا. الكتاب عبارة عن 40 فصل و600 صفحة. الكتاب فعلا ضخم وكبير، وبيحتوي على كل أسماء ملوك الجن والمرضى والشياطين وكل اللي يجي في بالك. وقتها حصلت نسخ كتير عملها شهاب الدين أحمد، وبيقال إن النسخة الأصلية اتحرقت بالكامل، وبرضه بيقال إن النسخة الأصلية الجن خدها واحتفظ بيها. وعايز أقولك إن كل النسخ اللي على النت مش أصلية، لكن ما تفرحش، ما تقلش خطورة أبدا على كتاب شمس المعارف الأصلي. يعني برضه ما وصلناش لسبب هي النسخة اللي في إيدي دي أصلية ولا مش أصلية. أنا ماسك الكتاب وعمال أقلب فيه ودماغي هتنفجر من التفكير. فمن كتر التعب قلت أجيب كوباية مية أخش المطبخ أشربها وأشوف بقى هكمل قراية ولا هنام في اليوم الأسود ده. دخلت المطبخ بالفعل وجبت كوباية، ولاقيها المية قطعت. فافتكرت إن بشيل دايما أزايز مية في الأوضة لو المية قطعت أو حصل أي حاجة.
فراجع تاني على الأوضة ولاقيه لك بيكو وعلي وعمر صحابي، احنا داخلين ننام مستنينك. فقلت لهم ماشي خلاص أنا جاي وراكم، ودخلت أوضتي وفعلا جبت الإزازة وقعدت أشرب منها، وقمت بسرعة باخر الماء اللي شربتها ودلقتها على الأرض. إزاي ده؟ هو مش اشتريت فحم وكل واحد روح على بيته؟ بحر إيه وليلة إيه بس؟ أنا طلعت من أوضتي جري في الصالة بدور عليهم في الشقة كلهم، وأنا واقف في نص الصالة كده وخايف وقلقان لأن الطبيعي ما لقيتهمش، وقلت كفاية لي كده تعب، أنا هخش أنام، أنا بقالي يومين ما نمتش. ورجعت أوضتي وقلت إن أنا أخش أنام، وجبت الكتاب وخبيته في مكان محدش يعرفه عشان حد من أهلي ما يشوفوش، ودخلت أنام. الجاسوم واحد من أرعب أنواع الجن اللي بيظهرولك في أحلامك. يوسفنا أقول لكم إن الجاسوم جالي تاني بطريقة مرعبة، واللي ما يعرفش فاللي قدامكم ده جاله الجاسوم لمدة شهر كامل، 30 يوم يعني 30 ليلة الجاسوم كان بيجيلي فيها كل مرة أو من التانية. وبعد لما ارتحت منه جالي تاني بطريقة أرعب من اللي مريت بيه. ولا عايزين احكي تجربتي الكامله مع الجاسوم عارفيني في الكومنتات، لو لقيت ناس كتير طالباه على طول هنزل لكم الفيديو. المهم انا صحيت وقتها كانت 9 الصبح، وكنت عايز اكمل نوم مش قادر، وقلت قسما بالله ما نايم، وقمت غسلت وشي ورجعت تاني على اوضتي واترعبت. انا قلت ان شايل الكتاب في مكان محدش يعرفه، وهو الدولاب اللي ورا الكاميرا ده، شلته جوه في الدولاب في مكان محدش بيقرب له. انا لقيت الكتاب مفتوح من النص وكان محطوط جنبي على السرير في الزاوية اللي ورايا دي. أنا اتصدمت. المفروض إن أوضتي محدش بيخشها أساسا، ده حتى لو يصحوني فمفيش الكلام ده غير لو طولت قوي. أنا واقف كده في النص في مكان الكاميرا وعمال أبص الكتاب ومرعوب. إزاي ده حصل؟ إزاي الكتاب طلع من مكانه موجود بالمنظر ده؟ بدون تفكير قمت واخد الكتاب وحطيته في كيس أسود، وقلت لأهلي أنا نازل أجيب فطار وأقعد أفطر مع أصحابي شوية وأقعد معاهم. وخدت الكتاب من غير ما حد ياخد باله ونزلت تحت الشارع، وقمت مكلم الشلة كلها وقلت لهم يقابلوني في المكان اللي دايما بنقعد فيه. وبعد ربع ساعة ألاقيهم وصلوا واحد ورا التاني، ورحت حكيت لبيكو اللي حصل وخليته يفهم علي وعمر الباقي. واللي ما يعرفش عمر وعلي فدول صحابي من وانا عيل، معايا في المدرسة ومعايا في الشارع، واحنا الأربعة دايما شلة مع بعض. ونفس اللي حكيته من أول القصة لحد اللحظة دي بيكو بيحكي للشباب وكانوا مصدومين من اللي بيسمعوه. لقيت علي بيقول لي طب احنا نقدرش نتأكد ان الكتاب ده حقيقي؟ الحل الوحيد ان نجربه. لقيت بيكو فجأة بدون اي تفكير قام مخمس له في وشه وقال له انت مجنون يا ابني، ده كتاب سحر اصلي مش اصلي ما يقلش خطر عنه. راح عمر رد عليه وقال له لا يا بيكو، علي صح، المعروف ان كتب السحر دي كل طريقة تحضير فيها موجود تحت في الكتاب طريقة صرفها، وده كلام معروف. قال احنا نحضر حاجة، حضر حاجة فعلا، هنعمل مكتوب تحت ونصرفها. ما حضرش حاجة يبقى الكتاب ده مش حقيقي، وابوس ايديكم دينا نكمل اجازتنا على خير. لقيت علي برضه بيقول بس احنا درش مستحيل نجرب في بيوتنا او حتى في الشارع. راح بيكو بصلنا كده وسكت وقال احنا هنحضر في الشاليه. انا نسيت اقول لكم الشاليه اللي انتوا شفتوه بيولع قدام عينيكم ده، الشاليه اللي انتوا شفتوه اتفحم. اهل رجعوا وصدموني، قالوا لي ان النار ما مسكتش في خيط حتى من الشاليه، يعني الشاليه اللي اتفحم قدام علينا اساسا النار ما قربتش منه. عارفه انك بتتوه ودماغك مليانه اسئله، فلو وصلت لحد هنا انا بهنيك وهتعرف القصه كلها. وعارف برضو انك بتقول يا درش ازاي الكتاب ده معاك، ازاي جبت الكتاب، وازاي برضو الشاليه اللي انت بتقول انه اتفحم من اول القصه بتقول دلوقتي ان النار ما قربتش منه. خلينا الاول واحده واحده افهمك اول قصه الشاليه. الناس اللي ركزت معايا زي ما انا قلت ان الشاليه ده بتاع بيكو واهله، واحنا كلنا كنا بنمتحن من 3 شهور، واول لما خلصنا بيكو قال لنا يلا بينا نصيف على الشاليه. بس خلينا برضو نرجع للزمن اللي ورا، اليوم اللي الشاليه اتحرق فيه. وقتها كان عمر وعلي كانوا قاعدين في الشاليه هناك، وانا وبيكو سيبناهم ورحنا مشوار مهم قوي هتعرفوه في اخر الفيديو. مشوار السبب الرئيسي بوجود الكتاب ده معايا، وهو السبب في اللي حصل واللي هيحصل دلوقتي. فخلينا بس عشان ما نتوهش نخلينا في دلوقتي. احنا حاليا تاني ابوس ايدك ما تسرحش راجعين تاني على الشاليه عشان نجرب الكتاب ده، لان اكيد مش هنجربه في بيوتنا وحتى في الشارع. ده غير اللي عمر وعلي اساسا مش مقتنعين ان ده كتاب سحر،
ده مش كتاب شمس المعارف يا درش، ده مش كتاب سحر أساسا. المهم وصلنا كلنا الشاليه بالسلامة، وكانت الساعة بالظبط 4:30 الفجر. دخلنا كلنا غيرنا هدومنا ودخلنا ننام عشان كنا تعبانين جدا جدا. وصحيت تاني يوم الظهر وكان الكتاب معايا في الأوضة أنا وبيكو، وقلنا نقعد شوية نتمشى نبحث لحد ما الساعة تيجي 12 بالليل. احنا ما بنعرفش هيحصل ايه بعد كده، فخلينا ننبسط بالكام ساعة دوري. وكلنا وشربنا ولعبنا وانبسطنا على الآخر. وعدى الوقت والساعة جت 10:30 بالليل، وقلنا خلاص كده تعال نجيب الكتاب ونبدأ نقلب فيه. وقعدنا بالفعل نقلب ونقرأ فيه بصفحات المتهالكة، وفجأة ألاقي لك حد بينادي علينا كلنا. الصوت ده قريب مننا جدا، الصوت ده جاي من مكان غريب، لأن الصوت ده جاي من الأوضة السوداء. واللي ما قلتلكمش عليه إن في أوضة في الشاليه مقفولة بالقفل. ركز أوي في اللي بيتقال، مقفولة بالقفل، وبابها لونه اسود ومحدش بيقرب منها، حاجه كده عامله زي البدروم. والكارثه اول ما جينا من الشاليه واللي ما قلتلكمش عليه، باب الاوضه السوداء مفتوح والقفل مش موجود اصلا. بيكو كده بصلي باستغراب، يا شباب مين اللي فتح الباب؟ بصينا لبعض كده باستغراب، وقمنا احنا الاربعه جمدنا قلبنا وخدنا الكتاب معانا ونزلنا تحت البدروم ودخلنا الاوضه بالراحه. ولما دخلنا الاوضه ما لقيناش حد، فجمعنا قوتنا كده ووصينا لبعض وقلت لهم احنا هنحضر هنا، وقلت لهم هنحضر خادم الجن شمهورش، واحد من اقوى واخطر وارعب ملوك الجن في التاريخ. وطقوس تحضيره كانت بسيطه جدا، كان مطلوب قماشه بيضه وست نقط دم من كل واحد هيحضر، وملح وشويه بخور معين وشمع كان موجودين عند بيكو في الشاليه. كل طقوس التحضير جبناها وموجوده وبدأناها كلها، وخدنا نفسنا كلنا وغمضنا عينينا وقلنا كلام التحضير احنا الاربعه. فتحنا عينينا كده وخلصنا وبنبص على بعض وعلى علامة استغراب وابتسامة مش مفهومة. معقول كل ده هلس؟ شكلنا كان تافه قوي واحنا واخدين وخايفين ومرعوبين من القرف اللي بنعمله ده. فقمنا واحنا ميتين ضحك ورحنا طالعين من الأوضة، وفجأة علي وعمر يصرخوا وبنبص عليهم كده ونلاقي إن مفيش باب أصلا، واحنا في أوضة متحوطة بين 4 حيطان والأوضة كلها متفحمة، ونور اللمبة البيضة الضعيفة اللي عاملة أجواء مرعبة أكتر من اللي احنا فيها. واحنا قاعدين في الأوضة مستغربين ومش فاهمين حاجة، نلاقي لك ست قاعدة في زاوية الأوضة، ست عجوزة لابسة جلابية سمراء ومتقطعة وقدامها كتاب شمس المعارف. والمرعب إن الكتاب ده غير الكتاب اللي معانا. أنت متخيل؟ يعني احنا معانا دلوقتي في الأوضة دي كتابين شمس معارف. الست بدأت تقول كلام غريب ومش مفهوم، ومن وقتها جالنا صداع شديد لدرجة إن احنا كلنا دخنا ووقعنا على الأرض بسبب صوت الزفير العالي، مش مستحملين اللي بيحصل. والست العجوزة برضه بتقول كلام مش مفهوم هيفرتك نفوخنا. وفجأة كل حاجة تهدى وبنبص على الست العجوزة ما نلاقيهاش، ولكن في المكان اللي كانت قاعدة فيه موجود برضه كتاب شمس المعارف، وبرضه كان تحتنا كتاب شمس معارف تاني بتاعنا احنا. انت مستوعب اللي بقولك؟ كتابين شمس معارف. فعلي وعمر قربوا كده من مكان الست العجوزة وطلعوا صورة كانت مرمية على الأرض، فلقيته بيقول لنا يا الست دي بتعمل عمل للبت دي ولا ايه؟ فأنا استغربت كده، عمل وبنت؟ فبيكو راح له وخد منه الصورة وقال لي يا درش تعال الحق بسرعة. فأنا مش خايف وراح اداني الصورة وبصيت فيها واتصدمت. ازاي الصورة اللي قدامي دي صورة بنت مكتوب عليها طلاسم ورموز مش مفهومة. والمرعب ان البنت دي دارين البنت اللي ادتني الكتاب، واللي معرفش دارين وازاي خدت منها الكتاب فدي قصتها قصة هتعرفوه قدام. المهم بس مين الست العجوزة دي وعلاقتها بدارين، وازاي المكان ده فيه كتابين شمس معارف؟ انا هتجنن، انا قاعد ببص على الكتابين كده ومش فاهم حاجة. وفجأة احنا كلنا الاربعه نصرخ، لمبه الاوضه الضعيفه فرقعت ونلاقي لك كائن املس ضخم قاعد قدامنا، قاعد على الارض وبيعمل طقوس غريبه مش مفهومه قدام كتاب شمس المعارف. وقام صرخ بصوت مرعب هز المكان كله. احنا من كتر الصوت العالي والتوتر والخوف وقعنا كلنا على الارض لدرجه ودنا برضو بتصفر صوت صفير عالي مش مستحملينه. والكائن كل شويه بيصرخ بصوته الغليظ اكتر واكتر، وبسبب الدوشه والصراخ والصوت العالي فقدنا الوعي.
بيكو عمال يقوم فينا ويقول لنا اصحوا اصحوا، وانا مش فاهم ايه اللي حصل ولسه بستوعب. وقمنا كلنا ولقينا نفسنا في نفس الأوضة، ولكن كانت اللمبة البيضة شغالة والأوضة ما كانش متفحمة ولا في أي حاجة. وبرضه كان موجود كتاب شمس المعارف الاتنين كمان وصورة البت داريه. فقومنا بعض كلنا كده ولسه بنستوعب، راح عمر وعلي جريوا على الكتاب الأولاني ودوروا على صفحة التحضير اللي احنا حضرنا بيها خادم الجن شمهورش، صفحة 417. وقعد يصرخ بكل قوته وإنه مش لاقي الصفحة، وساب الكتاب الأولاني وجري على الكتاب التاني بيدور على صفحة 417 وبرضه مش لاقي صفحة 417. الصفحة مختفية تماما، مش موجودة أصلا. هديناه كلنا وقلنا له ايه ده بس، وراح بص لعمر وراح جري على عمر ونزل ضرب فيه. قعدنا نحوش فيهم وعمال علي يقول لعمر انت السبب، انت السبب في اللي بيحصل لنا ده، وبرضه شغال ضرب فيه لحد ما حشناهم عن بعض. بدأ عمر يقول انا هوديكم عند جدي عم متولي، هو ده املنا الوحيد، يفهمنا حصل لنا ايه وهيساعدنا لانه بيفهم قوي في الحاجات دي. كلنا من غير اي تردد رحنا مع عمر، وفي طريقنا البيت جده هنسافر من شاليه مطروح لحد قرية صغيرة في الشرقية. ووصلنا بعد سفر طويل والسلامة، وكنا طبعا مرهقين بطريقة فظيعة. خبط عمر على الباب على بيت جده وفتحت لنا جدته. دخل عمر جري من غير اي سلام ودخل على طول على مكتب جده، ودخل لجده وقال له على طول الحقني يا جدي انا معايا مشكله. ولسه ما كملش الجمله وقال له هو انت جايب لي كتاب شمس اللي عارف؟ انت ازاي تسمح لنفسك ولاصحابك تقرا في كتاب ملعون زي ده؟ وقمنطش بالقلم. راح عمر خاف وقال له يا جدي ده مش انا، ده درش هو اللي جايبه. راح علي رد عليه وقال له وانت اللي شجعتنا ان احنا نقرا فيه. راح عم متولي بيسمع الكلمتين دول وراح بص تاني لعمر وقال له كمان انت السبب، وراح لطشه بالقلم تاني. وراح بص لي كده وانا قمت بخوف راجع لورا وحاط ايدي على وشي كده وقال لي هات الكتابين وتعالوا كلكم معايا. وخد مني الكتابين ومشينا كلنا وراه ورحنا معاه في اوضه صغيره تحت الارض عامله زي بدروم كده بس انضف شويه. وبدأ يقول كلام مش مفهوم بصوت واطي، وبدأ يحضر طقوس قماشة وشمع وبخور ودواير وحاجات غريبة. وقعد في النص معانا وفاتح 3 كتب سحر، منهم كتابين بتوع شمس معارف بتوعنا احنا، وكتاب تالت اسمه كتاب الرحمة. ده كتاب سحر برضه، واللي نعرفش فهو منقوش بنسبة كبيرة قوي من كتاب شمس المعارف. وقعد يقول كلام ويكرر، وفجأة الأوضة اللي احنا فيها اتبدلت وولعت كلها. أنا اتخضيت، أنا كنت هقوم، لقيت عم متولي مسك فيا وكأنه بيقول لي اوعى تخاف ما تتحركش، وعمال يقول كلام مش مفهوم وصوته بيعلى أكتر وأكتر. وظهر الصوت تاني لكائن مرعب عمال يصرخ أكتر وأكتر، نفس صوت الكائن الأملس. وبرضه عم متولي شغال بيقول كلام مش مفهوم هو الوحيد اللي عارفه. وشكل الكائن المرعب ظهر وبدأ يصرخ بصوت المزعج أعلى. دي وصلت إن الأوضة اللي احنا فيها بتتهز وكل حاجة بتقع بتتكسر على الأرض. ومن قمة الرعب اللي احنا فيها كل حاجة فجأة تتغير. وانتوا ازاي تسمحوا لنفسكم تقروا في كتاب زي ده في مكان مسكون كمان؟ انتوا مش مستوعبين الكارثة اللي انتوا عملتوها؟ وقعد يعاتب فينا وكان متضايق قوي بسببنا. وبعد لما الحمد لله انقذنا من الكارثة اللي احنا فيها دي، انا مش مركز معاه اصلا غير مع جملة واحدة بس قالها عم متولي. انت بتقولي يا عم متولي احنا ازاي جربنا كتاب سحر زي ده في مكان مسكون؟ احنا ازاي جربنا كتاب سحر في مكان مسكون يا عم متولي؟ احنا جربناه في الشاليه بتاع صاحبنا، ازاي مسكون؟ وقمت سألت السؤال ده لعم متولي وقلت له ازاي؟ راح سكت كده وبص لي وقال لي هو انت جبت الكتاب منين؟ وهنا بقى نرجع لأول حرف اتقال في القصة، مين البنتين اللي مشوا وازاي جبت كتاب شمس المعارف؟ انا قلت لك هفهمك واحدة واحدة وكمل معايا للآخر، وجيت دور دلوقتي. قبل ما اجيب كتاب شمس المعارف بيومين، وبالتحديد في اليوم اللي اتحرق فيه الشاليه، كنت لسه واصل الشاليه مع محمد بيكو صاحبي والشلة كلها، انا وبيكو وعمر وعلي. احنا طبعا لو انتم مركزين في شاليه في مطروح يعني مصيف يعني مبسوطين يعني اخر حاجه، ولكن ما كناش حاسين بحاجه، ما كناش حاسين ان احنا مبسوطين او حتى زعلانين. لكن وانا قاعد بقلب في الرسائل بتاعتكم على الانستجرام تقابلني رساله مرعبه، الاقي بنت بعتها على الخاص اسمها دارين صوره وفيديو لكتاب سحر معاها، وبتقول ان الكتاب ده معاها وبتاع، وعرضت عليها فكره اخد الكتاب ده واتكلم عنه واحكي تجربتي الحقيقيه معاه. فالمختصر نزلت من الشاليه وخدت بيكو معايا وسبت علي وعمر وفهمتهم ان احنا مش موجودين، اي حد يسأل علينا احنا بنجيب طلبات وراجعين. ورحت فعلا خدت منها الكتاب وشكرتها وكانت معاها اختها، وخدت الكتاب ورجعت تاني على الشاليه وتبدأ القصة من الاول خالص.
وزي ما انا قلت بحكي لك الكلام ده بحكي برضه عن متولي. فراح سيري كده وبص لي وقال لي طلع لي رقم دارين. طلعت تليفوني من جيبي وقعدت اطلع رقم دارين وعمال اقلب في التليفون مش لاقيه. عمال ادور على الرقم مش موجود. فتحت الانستجرام وقعدت ادور على الشتات وبرضه ما لقيتهوش. فتحت برضه الناس اللي عامل لها فولو باك والاقي لك اكونت دارين انستجرام يوزر. هي مش بلكتني، ده حصل الاوخ من كده. ده الاكونت اصلا ممسوح ملوش اثر. انا رحت مستغرب كده والاقي لك برضه دارين مسح الشتات بتاعتها. يعني كل الشات انا قاعد بكلم في نفسي. راح عم متولي بصلي كده قال لنا كلنا جملة رعبتنا كلنا. لعنة كتاب لحد دلوقتي خلصت، لكن لعنة شاليه 3 ستات عمرها ما انتهت. وعم متولي كان قصده على الشاليه بتاع بيكو. فهو ذكر بيكو كده وكان باين عليه علامات الرعب وكأن التعبير وشه اتكشف. كان الموضوع كان فيه إن يا متولي صح، عم متولي ما بيكدبش. وزي ما قال عم متولي فعلا لعنة شاليه 3 ستات ما خلصتش.